السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم. وصلت أمس إذن طائرة جزائرية إلى مطار العريش بمصر محملة بدفعة ثانية من المساعدات الإنسانية العاجلة التي قررت الجزائر إرسالها إلى سكان قطاع غزة في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي على القطاع. وقد تم تسليم هذه الدفعة الثانية من المساعدات المتكونة من أدوية ومستلزمات طبية مختلفة لمسؤولي الهلال الأحمر الفلسطيني بمعبر رفح الحدودي من طرف سفير الجزائر لدى مصر نذير العرباوي. بالنسبة لزيارة الوفد الجزائري هي تزيد من صمود الشعب الفلسطيني، وبالأخص نحن والشعب الجزائري إخوة من الماضي، وأيضا هناك تعاون ومشترك ما بين الهلال الأحمر الفلسطيني والشعب الجزائري حكومة وشعبا والهلال الأحمر. أيضا هناك دعم مسبق من الهلال الأحمر الجزائري للشعب الفلسطيني بالأخص في قطاع غزة. أكيد يعني جاءت الحرب الإسرائيلية الثانية في ظل حصار غاشم على قطاع غزة، نفذت جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وهناك كان العديد منا كجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأيضا وزارة الصحة الفلسطينية كان في هناك دعاء استغاثة لأنه نفذت الأدوية والمستلزمات الطبية. وعن استقبال الفلسطينيين للمساعدات الجزائرية خاصة في ظل النقص الفادح الذي تعانيه المستشفيات بغزة من حيث العتاد الطبي والأدوية، يقول مراسلنا من هناك وسام أبو زيد. استقبل الفلسطينيون إرسال هذه المعونات، وهي الدفعة الثانية التي ترسلها الجزائر إلى قطاع غزة بكثير من السعادة والفرح وتضميد الجراحة الفلسطينيين، خاصة في ظل هذه الأوضاع والحصار الإسرائيلي الذي استمر عليه منذ 5 سنوات. المواطن الفلسطيني شعر بأن هناك من ينظر إلى المواطن وينظر ويساعد ويدعم صموده في ظل القصف الإسرائيلي وحتى الحصار الإسرائيلي الذي استمر لعدة سنوات. هذا من جهة. الأطباء وصلوا قبل أقل من ساعة من الآن إلى معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة، محملة ب15 طن من المساعدات الإنسانية والأدوية. تم إرسالهم واستلامهم من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة إلى هذه المساعدات والمستلزمات الطبية العاجلة التي أرسلت من الجزائر إلى الشعب الفلسطيني. هناك 6 أطباء جزائريين وصلوا بالفعل، سيقوموا غدا بإذن الله بالتوجه للمستشفيات الفلسطينية ومحاولة معالجة بعض الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم يد العون لهم، وإن احتاجوا بعض العمليات الجراحية التي يصعب على الفلسطينيين إجراؤها أن يقوموا بها. كما وصلت القافلة الطبية الجزائرية المتكونة من 6 أفراد تحت إشراف الاتحاد الطبي الجزائري قصد تقديم كل المساعدات الطبية والجراحية اللازمة للشعب الفلسطيني جراء ما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير. الطاقم الجزائري متكون من أطباء متخصصين وأطباء متخصصين في الكوارث الطبيعية والطب الاستعجالي. بدنا نكون هنا لنشاركوا المحنة اللي راهي فيها أهل غزة والشعب الفلسطيني ككل. وجينا حنايا ورانا مستعدين يعني نزوروا المستشفيات، نعطوا يد مساعدة، نشوفوا النقائص إذا كاينه هناك يعني أمراض جرحى الوضعية تاعهم تتطلب من نقلهم إلى الجزائر. وحول المساعدات الجزائرية المستعجلة للفلسطينيين كنا قد أجرينا اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للهلال الأحمر الجزائري لحسن بوشقور الذي أكد ما يلي. السلام عليكم. كما عرفتوا الجزائر على طريق الهلال الأحمر الجزائري كان بعد يعني المعاونة الأولى راحت السمانة اللي فاتت، ورانا اليوم على 15 صباح راحت المعاونة الثانية. وباش تكونوا في علمكم كان برنامج يعني راهم برمجناه مع المسؤولين تاع الهلال الاحمر الفلسطينيين اللي طلبنا منهم باش يعطيونا واش يعني لازم لهم باش حنا نقوموا بالجزائر باش تقوم ان شاء الله على طريق الهلال الاحمر الجزائري بالمعاونه اللي لازمت لهم ان شاء الله. البرنامج هذا راه كان برنامج يعني طويل، ورانا باتصال مع المسؤولين تاع الهلال الاحمر الفلسطينيين، ورانا نستناو منهم يعني باش يبعثونا واش يعني المحتاجات تاعهم.
وحنا رانا وجدنا روحنا باش يعني ان شاء الله نجاوبوهم على حساب واش يعني يسحقوا واش خصهم ان شاء الله. وفي أعقاب التهدئة تعود الحياة بغزة تدريجيا إلى طبيعتها، حيث عاد آلاف الطلبة إلى مدارسهم رغم تضررها الكبير جراء القصف الإسرائيلي، في وقت تعاني فيه المستشفيات نقصا فادحا في الأدوية والعتاد الطبي. أمل صخري. لم يكن الطريق سهلا للوصول إلى المدرسة أو ما تبقى منها. وسط مخلفات القصف الإسرائيلي آلاف التلاميذ عادوا مجددا إلى مقاعد. حاولنا بقدر الإمكان نعاود تأمين المدرسة وإبعاد الضرر عن الطلاب والأذى. طبعا الشبابيك تدمرت، الابواب تدمرت. حاولنا خلق بيئة مدرسية ملائمة للطلاب. عصام، لؤي وغيرهم أتاح لهم القدر استكمال مشوار دراستهم على خلاف من استشهد من أطرابهم. اليوم مبسوطة عشان خلصت الحرب وصار في تهدئة. أملهم كبير في غد أفضل رغم الخسائر الكبيرة التي طالت المدارس على قلتها واكتظاظها. أما مستشفيات غزة التي غصت بضحايا العدوان الإسرائيلي فتفتقد للأدوية والعتاد الطبي. معاناة لا تنتهي جعلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية الأونروا تدق ناقوس الخطر، مطالبة الدول العربية والأوروبية بمعالجة آثار القصف الإسرائيلي. مشهد يحاول الفلسطينيون تجاوزه رغم الألم والصعاب. هذا وهاجم مستوطنون يهود متطرفون مدرسة فلسطينية تقع بالقرب من مدينة نابلس جمال الضفة الغربية، ورشقوها بالحجارة وأقدموا على إحراقها. عودة إلى أخبار الوطن وإلى مجريات الحملة الانتخابية في يومها ما قبل الأخير في تقرير أحمد أمين دريدي.